اهلا يا برج الميزان، تعال نشوف مشاعر الشريك تجاهك دلوقتي ايه. ايه ده واضح ان هو متعصب عليك قوي، الورق بيطير. ده قاعد بيراقبك من بعيد وعارف وحاسس انك بتراقبه كمان. بس هو بيحبك قوي، هو بيحبك قوي، بس هو مثلت في الميزان كده، حقي وحقك من الاخر. هو شايف ان انتوا الاتنين المشكلة اللي ما بينكم بسبب عدم نضج ما بينكم انتوا الاتنين. بس هو بيحبك قوي وشايف ان انت صغير كده ومندفع و... وافعالك كده مش موزونة، فهو عشان كده عايز بقى ايه، يمسك لك الميزان، حقي وحقك اهو. يا اما انت اللي ماسك له الميزان ده، يبقى انت اللي زعلان منه، ان انت برج الميزان على فكرة، انت اللي زعلان منه وبتحبه وحاسس ان هو غير ناضج في، انت حاسس ان هو غير ناضج في افعاله. وانتوا قاعدين عمالين تراقبوا بعض من بعيد، وماسكين لبعض السيف وماسكين لبعض عايزين الظاهر تتكلموا مع بعض، بس انت ناضج عنه يا برج الميزان يعني، فحاول تلم الموضوع. طيب نوايا تجاهك، نوايا حبيبي الشريك تجاه برج الميزان. لا زعلان منك قوي قوي قوي، زعلان، بص وقافل على نفسه وقاعد بيبص من ورا هو السيوف دي كلها، وخايف منك هو زعلان منك وخايف منك قوي يا برج الميزان. ليه كده؟ ايه ده؟ طاقة دي قوي. واقف فعلا ماسك لك السيف، واضح ان هو شخصية حد كمان. طيب مش عارفة اساعدك ازاي يا برج الميزان. طيب نصيحة برج الميزان الموضوع سيء قوي. نصيحة برج الميزان في حياته العاطفية، اختار خناقاتك بعناية، مش كل حاجة تتعصب عليها، ومش كل حاجة هتتخانق عليها، ومش كل حاجة هتعاتب عليها. انت اوريدي اساسا في مشاكل، يعني انت اوريدي اساسا مش مرحوم وحواليك مشاكل كتير وحوارات كتير، او انت اكتشفت دوت من حبيبك، يعني ان في حاجات كتير شغالة وانت لا تعلم عنها شيئا. بس فاقعد كده، اهدى، مديتيت وفكر هتعمل ايه، واختار خناقاتك بعناية، مش اي حاجة تتخانق عليها. بس انت محتاج انك متفضلش بعيد كده كتير، عشان انت بعيد ومنعزل. ماشي؟